السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا كلكم بصحه جيده ان شاء الله. اولا بغيت نشكركم بزاف على الفيديو اللي قبل ديال الحلوه اللي صايبتها معكم، اللي صراحه نالت اعجاب بزاف ديال الناس. نبغي نقول لكم شكرا بزاف، وشكرا للتشجيع ديالكم. وهكاك باش تخليوني تديروا نتوما فيا الحماس باش هكا نكمل ان شاء الله، ونجيب لكم وصفات اللي يكونوا زوينين وساهلين. وداكشي علاش قبل بعدا بغيت نقول لكم واش لكم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحه والعافيه، واللي كتمنى شي حاجه يا ربي يحققها عليها. المهم ان شاء الله اليوم بغيت نصايب معكم قريشلات بلديين كيجيو غزالين وفتيين ويصلحوا هكا الكوتي الفطور الا جي عندكم شي حد. المهم خليكم معايا، غادي ندوزو للمقادير وخليكم حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ان شاء الله. يلا ندوزو للمقادير. هانتوما البنات، بالنسبه للمقادير انا غادي ندير كيلو ديال الطحين. بالنسبه لكم نتوما الا بغيتو تنقصوا الكميه نقصوها، بغيتو تزيدوها نتوما على حسب شنو بغيتو. هنا عندي كيلو ديال الطحين الفرص، يكون من احسن نوعيه جيده ديال الحلويات. هنايا عندي جوج بيضات وجوج بيض بيضه. هانتوما البنات جوج بيضات كاملين وجوج بيض بيضه، والصفر خلينا هنا باش ندهنوا الوجه ديال القريشلات. انا نعاود لكم، غنخليكم ان شاء الله كيف ديما خلاص المقادير في صندوق الوصف، ونيني غنعاود نقول لكم. عندنا كيلو ديال الطحين، عندنا جوج بيضات كاملين وجوج صفار ديال البيض. هنا عندي واحد المعلقه كبيره ديال ما زهر، الا بغيتو تنسمو بفاني تنسمو، ما تعجبني ما زهر فيهم. هنا عندي واحد المعلقه كبيره مخلطه ما بين النافع وحبه حلاوه. هنا عندي الجنجلان، عندي واحد جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز، رشه ديال الملح. هنا عندي زلافه مع مراش ديال الزيت، ما يعادل 140 غرام ديال الزيت اولا كاس اونص ديال العنبه. وهنا عندي 180 غرام ديال سنيده، هانتوما زلافه حتى هي مع مراش، ولا بغيتو ديروا كاس ونص. والسكر خلاص يبقى على حسب الذوق ديال كل واحد، واش كتبغيو الحلاوه ولا لا. اللي تيبغي الحلاوه بزاف يدير جوج كيسان ديال العنبه. المهم انا درت 180 غرام، ما كاملاش جوج كيسان. هانتوما كي تشوفوا بالزلافه راه ما عمرش حتى الفم. وغادي نحتاجو هنايا عندي نص لتر ديال الحليب اللي غادي نديرو يدفى، خص ضروري يكون دافي. وصافي هادو هما المقادير ديالنا اللي عندنا، ما صراحه ماشي مكلفين وتيكونوا في كاع الديور. المهم غادي ندوزو دابا طريقه التحضير. هانتوما البنات انا غادي ناخذ لو بول، انا غادي نخدم في العجانه، وممكن هاد القراشات تخدموهم حتى بلا عجانه، غير هما راه غادي يجيو خفافين بزاف. المهم غادي ناخذ هنايا البيض كما قلنا، جوج بيضات وجوج بيض بيضه. غادي نزيد عليهم السكر، 180 غرام السكر. غادي نخلط هذا البيض مع سنيده. ندير واحد رشيشه الملح، ديما الملح تنديروه في الحلويات غير باش يخرج لنا المذاق ديال كل حاجه. وبالنسبه للبيض البنات ضروري ما يكون في حراره المطبخ، ما يكونش من الثلاجه. غادي نزيد الزيت، صافي غادي نخلط حتى هي. غير باش يتجانسوا لنا العناصر مع بعضياتهم وصافي. غادي نزيد هنايا ما زهر، غنزيد هاد الزريعات هادو حبه حلاوه مع النافع. وهنايا عندي الجنجلان. انا صراحه هادو القراشات يعجبوني يكونوا منسمين، يكونوا فيهم هاد الزراره هكايا بزايد، كيجيو زويونين، مكتبقاوش تاكلوا غير في الطحين. وهاد القراشل هادو كاينين تيخدموهم غير بالماء،
ولكن في الحليب كيجيو مفشفشين بزاف. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي يجيو. انا غادي ناخذ هذوك 2 معالق ديال الخميره، غادي نديرهم دابا مع الحال شويه بدات يبرد. وغادي ناخذ الحليب اللي دفيت من قبل، غادي ناخذ هذاك الحليب اللي دفيت وغادي نضيفو كامل. غادي نخلط هكا شويه. كما قلت لكم راه ممكن تخدموا هاد العجينه هذه تخدموها غير بيديكم هكا في القصعه، غير هي راه غادي تجي ملصقه. زعما اللي عندهم العجانه الافضل يديرها في العجانه. صافي دابا غادي نجيب العجانه باش نبقى نزيد في الطحين. هانتوما البنات دابا هنايا غادي نبقى نضيف الطحين شويه بشويه، والعجانه غنديرها تخدم باش ما تصدعكمش. غادي نخلي لكم المقطع ولكن غادي نحيد الصوت هانتوما غير باش تشوفوا معايا. هانتوما البنات شوفوا القوام ديال العجينه كي تيكون، راه تتكون تتلصق. انا غير فزكت هكا شويه يدي ولكن هانتوما شوفوا راه العجينه كتلصق. خصها تكون هكايا بحال شكل العجينه ديال الشفنج هكا. خصها تكون العجينه مرخوفه بزاف باش يجيكم البريوش خفيف. هانتوما بحال هكايا كما وريتكم. هانتو شفتوا كيفاش كتلصق في اليد. المهم بالنسبه للبنات اللي غادي يخدموها غير بيديهم بالعجانه الطريقه ديال ديك، حيت خاصها تدليك. انا راه خليتها هكايا راه شي ربع ساعه وهي تتدلك هنايا في العجانه. غادي تخدموها بحال شكل الشفنج، غتبقاو تهزوا هكا بيديكم وتضربوا تضربوا تضربوا حتى العجينه ديالكم تترخف مزيان. المهم هانتوما شفتوا القوام هكا خصهم يجيكم. صافي دابا غادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر، وديك الساعه باش نكوروها ونديروها في اللاطه. دابا نخليوها تخمر الخمره الاولى. هانتوما البنات شوفوا من بعد ما خمروا شو تبارك الله قداش ولاو. هانتوما غندير في يدي شويه ديال الزيت هكا. غادي ندهن هنايا البوطاجي ديالي، غندهنو هكا بالزيت باش ما يتلصق لياش. وغادي نخوي العجينه ديالي هنا في البلون طرافاي. ما شاء الله كيس السفنج داير، غير العجينه ديال السفنج. نتوما شوفوا هانتوما راه دهنت حتى يدي بالزيت باش هكا ما تلصقليش. وغادي نحاولوا نخويو منها هذاك الهواء ديال الخميره. شفتوا داكشي باش ندهنوا الزيت باش ما تلصقش لينا. شوفوا العجينه كي دايره، شوف نتوما غير هكا شويه
غير يخرج منها هذاك الهواء. صافي. هنايا عندي اللاطه ديالي، ها هي وجدتها، درت فيها ورق الزبده. غادي ناخذ، بغيت نوريكم هاد القريعات هادو بحال هكا تاخذوهم تبقاو ديروهم فيهم الزيت، والله الا عمليين بزاف هكا. حتى الا فاش تبغيو تصايبوا الملويه ولا هذا تيسهلوا عليكم. ما غاليينش، دايرين 5 دراهم. كاينين ديال 5 دراهم، وهادو كنت خديتهم واقيلا بشي 8 دراهم فيهم جوج. المهم غادي ناخذ القياس تيبقى لكم نتوما على حسب نتوما شنو باغي. انا غنديرهم غير صغيورين هكايا. هاد الكيلو هذا راه تخرجوا منه 30 حبه ولا اكثر كاع، نتوما على بال، حيت ما تنساوش راه مازال غادي يخمروا الخمره الثانيه، ومازال غادي يدخلوا للفران عاوتاني تيكبروا. دونك غادي نحاول ندير هاد القياس هذا هكايا صغيور. خدوا شويه هكا دائري هانتوما، وغادي نحط في اللاطه. وفاش تجيو تحطوا في اللاطه بعدوا ديروا التباعد التباعد دابا في كلشي، ديروا التباعد باش هكا فاش بعدوهم باش فاش يخمروا ما يتلاصقوا لكمش هكا. وديما دهنوا يديكم بالزيت باش ما تلصقش ليكم. هانتوما غير جربوها، عرفتي هاد الوصفه هادي راه غادي توليو مدمنين عليها. العشاق ديال هكايا القريشلات بلديين. ممكن هاد الطريقه اللي عطيتكم في العجينه تصايبوا بها حتى بريوش بالشكلاط، بلاصه ما غادي ديروا داك الزرارع اللي درنا لداخل، ما غادي ديروا فيها والو حتى تعجن وتخمر الخمره الاولى. ديك الساعه هكا فاش غادي تجيو تقرصوها غادي ديروا لها بحال هكايا وديروا الشكلاط داخل وتجمعوها. الا ما بغيتوش ديروها بالزرارع حتى هي تجي زوينه. هانتوما حيت العجينه ناجحه، شوفوا كي تجي راه تبارك الله، غير هكا من العجينه كتبان لكم، كيبان لكم البرهان. هانتوما صافي. انا غادي نكمل هاد الكميه ديالي كامله نديرها في اللاطات ونعاودو نطلق. هانتوما البنات من بعد ما كورتهم هكايا، انا هنايا خرجت يلا 25 حبه، حيتاش واحد اللاطه درتها شويه كبيبره، بغيتهم هكا يجيو شويه كبار، وجوج لاطات درتهم صغيورين. المهم غادي ناخذ دابا هكا يدي ندير فيها شويه ديال الزيت، وغادي نبقى نبسط شويه هاد العجينه هادي. نتوما راه بدات تخمر، نحاول هكايا غير شويه نقرصوها باش ما تجيناش منفوخه بزاف، حيت مازال غادي تعاود تخمر. متبزطوهاش بزاف. صافي غادي نقرصها هكايا وغادي نخليها تخمر حتى تبان لنا. هادي غنكحزها شويه باش ما تلصق لياش مع هادي. هانتوما عرفتي راه غير هكا تتبان لكم راه العجينه مفيشفشه، ايوا الحدايه حشمنا. صافي غادي نقرصها هكايا، نقرص العجينه كلها وغادي نخليها تخمر واحد شويه. حيت دابا انا سد كلشي، راه الكوزينه عندي شويه سخونه، وغادي ندهنهم بهذاك صفرة البيض هذا اللي كنا خلينا قبيله. غنزيد فيه واحد شويه ديال، يا اما تزيدوا فيه شويه الخل ولا شويه الحليب ولا شويه ديال ما زهر اللي بغيتو نتوما اللي عندكم، غير باش يحيد داك الزفوريه ديال البيض. وغادي ندهن به هاد القريشلات وغنرش عليه الجنجلان، والفران يكون سخون من قبل.
وصافي ندخلوه الفران يكون من التحت الا بغيتو تشعلوا عليه من التحت ولا من التحت والفوق. شوفوا نتوما على حسب الفران ديالكم، كل وحده راه كتعرف الفران ديالها كيفاش كيطيب لها. المهم انا نشعل عليهم شويه غير من التحت حتى يتنفخوا، وعاد باش نشعل عليهم الفوق والتحت. المهم ها نتوما كما شفتوا هكا كرستهم شويه، غادي نمشي نكرس حتى اللاطه الثالثه، وغادي نخليهم واحد شويه يضاعف الحجم ديالهم، ونعاودو نتلاقاو باش ندهنوهم وندخلوهم الفران. هانتوما البنات شوفوا من بعد ما خمروا، هانتوما راه الحجم ديالهم ضاعف. غادي هنايا داك صفرة البيض اللي خلينا غادي ناخذ هكا، غادي ندهنهم، دهنوا غير بشويه باش ما تفتصوهمش. هانتوما غير هكا، هذه اللاطه اللي قلت لكم درت شويه كبابرين، درتهم شويه كبار هي باش غادي نبدا. راه ما غاديش نطيبهم في الفران ديال الضو، غادي لقيتوني هزيت رحيلي وجيت عند ماما نطيبهم في الفران ديال الغاز. احسن ماشي حتى على احسن، ولكن تيسربي دغيا دغيا، فران الضو تيشاد الوقت. المهم غادي ندهنهم هكا، دهنا حتى الجنيبات. وغادي ناخذ شويه ديال الزنجلان وغادي نديرو هكا من الفوق. هادشي البنات راه اللي تشوفوا كحل ماشي الحجر هذاك راه طاح ليا فيه شويه ديال البافو، كنت نستعمل البافو طاح ليا مع الزنجلان، طاح ليا مع شويه ديال البافو. هذاك الشيء علاش تلقاو يبان لكم واحد حبيبات كحل. المهم ها نتوما شفتوا هكايا تندهنوهم داك صفاره البيض وكنرش عليهم الجنجلان، وغادي ندخلهم للفران يطيبوا من التحت هكايا حتى يطلعوا، وعاد نهبطهم شويه من الفوق عاوتاني يتحمروا، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. هانتوما البنات شوفوا تبارك الله فاش خرجتهم من الفران، شوفوا كي دايرين. هانتوما شوفوا الخفه كي دايره، جاو غزالين والله الا عرفتي جاو المذاق ديالهم رائع. وشوفوا هانتوما عرفتي جاو خفافين بزاف وزوينين. هانتوما شوفوا شحال رطب. انا غادي نحل لكم وحده هكا باش تشوفوا. هانتوما البنات شوفوا ما شاء الله، غنحل لكم من الداخل. هانتوما شوفوا شحال غزالين، جاو مقطنين، والريحه ديال داك ما زهر ودوك الزرارع اللي درنا جاو غزالين. نتمنى البنات تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتولي وصفه معتمده عندكم. وكما قلت لكم قبيله راه ممكن اللي ما بغاش يديرهم هكا بالزرارع ديروا نفس الطريقه وديروا في وسط منهم الشكلاط ولا اي حاجه نتوما كتبغيو. هانتوما شوفوا هادو خصهم دابا غير شي براد ديال اتاي من عناع، يا سلام شكرا البنات بزاف على المشاهده ديالكم، والى فيديو قادم باذن الله. وما تنساونيش بلايكاتكم وبشي تعليق زوين بحالكم، وما تنساوش ابوني. السلام عليكم.